تعرف على مزيج الصحراء. النفط الجزائري عالي الجودة والجاذبية، وهو الأفضل على المستوى العالمي. شاهد تفاصيل الخبر. عزيزي المشاهد، إذا كنت مهتما بالشأن الجزائري والترند العربي والعالمي، فاشترك في القناة ليصلك كل جديد. يواصل النفط الجزائري المعروف بمزيج الصحراء ترسيخ مكانته كأحد أكثر الخامات جاذبية واستقرارا في الإمدادات الدولية، بفضل خصائصه النوعية وقدرته على تلبية احتياجات المصافي العالمية بكفاءة عالية. وقد مكن هذا الأداء المتوازن الجزائر من تعزيز موقعها ضمن قائمة المزودين الموثوقين في السوق الطاقوية العالمية، خاصة في ظل ما يشهده العالم من تقلبات جيوسياسية واضطرابات متكررة في سلاسل الإمداد. ويعكس هذا الأداء المستقر تراكما لعوامل اقتصادية وجغرافية وتقنية، جعلت من الخام الجزائري خيارا مفضلا لدى العديد من المصافي، خاصة في أوروبا. ويستند هذا التميز إلى موقع جغرافي استراتيجي يمنح الجزائر أفضلية لوجستية واضحة، حيث يؤدي القرب من الضفة الشمالية للبحر المتوسط إلى تقليص كبير في تكاليف الشحن وفترات التوريد مقارنة بمصادر بعيدة، ما يعزز تنافسية الخام الجزائري في الأسواق الفورية والعقود طويلة الأجل على حد سواء. كما تدعم هذه الجاذبية سياسة تسويقية متوازنة تنتهجها شركة سوناتراك، تقوم على احترام التزاماتها، بما يعزز صورة الجزائر كشريك موثوق يحافظ على استقرار السوق العالمية. كما يتميز مزيج الصحراء بخصائص عالية الجودة، كونه خاما خفيفا جدا ومنخفض الكبريت، ما يجعله أقل كلفة في عمليات التكرير، وأكثر ملائمة للمعايير البيئية الصارمة، إضافة إلى كونه مصدرا مهما للمشتقات ذات القيمة العالية مثل وقود الطائرات والديزل والبنزين. هذا العامل النوعي، إلى جانب مرونة العقود التجارية التي تجمع بين التصدير طويل الأجل والتعامل الفوري وفق أسعار السوق العالمية، عزز من جاذبية الخام الجزائري لدى المتعاملين الدوليين. كما أن هذا التموقع المتقدم للجزائر في خريطة الطاقة العالمية يعكس استقرارا استراتيجيا غير عادي، في وقت أصبحت فيه أسواق النفط عرضة لتقلبات كبيرة نتيجة التوترات الجيوسياسية. وقد نجحت الجزائر في ترسيخ صورتها كمصدر موثوق ومستقر يضمن استمرارية الإمدادات دون اضطراب، وهو ما جعلها تحظى بثقة متزايدة من قبل كبار المستوردين عبر العالم. كما أن هذا التميز لم يكن وليد اللحظة أو ظرفا عابرا، بل هو نتيجة تراكمات طويلة من السياسات الطاقوية المتوازنة التي انتهجتها الجزائر خلال السنوات الماضية، والتي قامت على الحفاظ على التوازن بين متطلبات السوق العالمية والتزامات الإنتاج. وقد سمحت هذه المقاربة للجزائر بمواصلة تدفق صادراتها النفطية حتى في أحلك الفترات التي شهدها العالم، خصوصا خلال الأزمة الروسية الأوكرانية والتوترات المتصاعدة في الشرق الأوسط، ما جعلها تصنف ضمن الملاذات الآمنة في سوق الطاقة. كما أن الموقع الجغرافي يمثل أحد أهم عناصر القوة الاستراتيجية للجزائر، نظرا لقربها من الأسواق الأوروبية عبر حوض البحر الأبيض المتوسط، وهو ما يمنحها أفضلية لوجستية واضحة مقارنة بمصادر أخرى بعيدة جغرافيا مثل دول الخليج أو أمريكا، ما ينعكس بشكل مباشر على خفض تكاليف الشحن البحري وتقليص مدة التوصيل، حيث تصل ناقلات النفط الجزائرية إلى الموانئ الأوروبية في أيام معدودة فقط، ما يمنح المصافي الأوروبية مرونة كبيرة في إدارة المخزون والاستجابة السريعة لتقلبات الطلب العالمي، وهو عنصر بالغ الأهمية في سوق تتسم بعدم الاستقرار. إذا أعجبك هذا الفيديو فشاركه مع أصدقائك، ولا تبخل علينا برأيك في التعليقات. دمتم سالمين.